أحلى أكلة شتوية في الحياة، عجة القرنبيط على طريقة ماما، مع كوباية شاي بالنعناع كده وشوية هريسة حمراء وطماطم كده شرايح. يا سلام، خطيرة. نجيب القرنبيطة ونفككها لوردات صغيرة كده ونغسلها كويس جدا، نحطها بقى في الحلة ونغمرها بالمية ونرفعها على النار مع الكمون والفلفل الأسود تتسلق كويس. في الوقت ده نحط بقى البيض وكمان البهارات اللي هكتبها لكم بالتفصيل مع المقادير تحت الفيديو وفي أول كومنت في بولة عميقة، ونضيف عليها البصل الأخضر والبقدونس. وهنا ماما بتختلف مع بعض الناس، بيقولوا إنه تحطوا نوعين من البصل، العادي الأحمر والأخضر، بس ماما بتستكفي بالأخضر بس. وكمان تحطوا الدقيق والنشا وتقلبوا كويس قوي، ونهرس بقى القرنبيط بعد ما استوى هرسة خشنة كده بالهرسة بتاعة البطاطس، نحطه على الخليط ونظبط الملح، وإذا احتاج شوية دقيق نلم كده بشوية دقيق لحد ما القوام يبقى متماسك معانا، نقدر نشكله بالشكل دوت بالمعلقة بتاعتنا في زيت غزير وسخن. أول ما ياخد لون ذهبي حلو كده على الوشين نقدمه بقى مع الهريسة الحمراء. وطبعا الوصفة على طريقة ماما، يبقى لازم افتح الزيتون اللي عملته على طريقة ماما، عشان الناس اللي بتقولي ان الزيتون هيفضل ممرر، شوفوا الجمال والحلاوة والقرمشة. عايزة اقول لكم ما فيهوش مرار خالص، جربوه بنفسكم وانتوا تعرفوا. وبس كده، هستنى رأيكم وتقولوا لي بتحبوا عجة القرنبيط ولا لا.